اسهل واسرع كيكة غير بالماء. اجي نصيبو كيكة اقتصادية في متناول الجميع، وهشيشة ورطبة ومفشفشة، كيكة رخامية اللي كتجي رائعة وفي متناول الجميع. شفتو النتيجة رائعة. أول مرة تصدق ليا كيكة بالماء وغير مكلفة، غير ب10 دراهم. اجي يا لالا نصوبو هاد الكيكة اللي كتجي مفشفشة ولذيذة وخطيرة في المذاق، واللي ما كتصدقش ليها الكيكة تبقى معايا باش تعرف الأسرار ديال الكيك. كنحتاجو هنايا بسم الله على بركة الله 2 بيضات، قبصة ديال الملح، 4 كاس ديال السنيدة، ساشي ديال الفاني 7 غرام. هنايا بغيتو الحلاوة ديرو كاس تاع سنيدة، ما بغيتوش الحلاوة نديرو 4 كاس، حيت انا جاتني ناقصة شوية حلاوة. صافي كنطربو البيض والسنيدة والفاني وقبصة الملح ضروري لتصحيح الذوق. كنطربوهم مزيان بالطراب اليدوي، راه بدون خلاط، غير بالطراب اليدوي غنصوبو بها كيكة. صافي كنجيبو 4 كاس تاع الزيت، كنطربو مزيان حتى يضاعف الحجم ديال البيض. هنايا راه ضروري تطربو البيض باش يطلع ليكم، هادي اول حاجة ضروري طربوا البيض. الا ما طربتوش راه ما كتجيكمش الكيكه ناجحه. وبقاو معايا خوتي وخواتاتي. صافي كنطربوهم مزيان بالطراب حتى كتشوفوا هاد القوام بحال هكا. كنديروا كاس د العنبه د الماء دافي، ديروا الماء دافي. انايا راه درت الماء دافي، ما يكونش غليان، الماء يكون دافي. صافي تنخلطو، كنديرو 2 كيسان ونص تاع الدقيق. كل شيء عبروه بالكاس العنبة اللي ما كتصدقش ليها الكيكة، يا اما كتجيها مدقصة ولا كتجيها هابطة في الفران. هادو اهم عوامل. يا اما كتنقص الدقيق كتجيها خفيفة ومني كتطلع كتهبط حيت الدقيق قليل، يا اما هذيك اللي كتكتر الدقيق كديرها في الفران كطيب ليها كتجيها معجنة ومدقصة، هذيك كتكون مكترة الدقيق. صافي وكنديرو 2 خمارات حمرين، 2 خمارات حمرين من فئة 16 غرام. صافي كنطربو كل شيء، والمول ديالنا كندهنوه بالزبده ونرشوه بالدقيق. ضروري الزبده باش ما تلصقش لكم الكيكه في المول، ضروري هذه ديروها، ديروا الزبده في المول باش تجيكم هي هذيك. راه الا درتو الزيت ما تتبقى ديك الدقيق كيبقى في ديك الكيك. انا هنايا كنعطيكم النصائح. وكنديروا معلقه ديال مايزينا، هنايا زدت هنايا المعلقه ديال مايزينا ديال النشا الذره. صافي وكنخلطوا كل شيء بالخلاط اليدوي. هنايا خوتي وخواتاتي كنشرح لكم اللي ما كتصدقش ليها الكيكه تبع هاد الطريقه، راه حتى انا كنت كندير الاخطاء في الكيك، حتى انا كنت نصيب الكيك يا اما تيهبط ليا يا اما تيجيني مدقص، ولكن الحمد لله كنتبع النصائح وكندير بيهم والحمد لله وليت كيصدق معايا الكيك. راه باقي الناس ما تصدقش ليهم الكيك لحد الان. صافي هنايا كنجيبو الجبانيه وكنديروا فيه 2 معالق تاع الكاكاو. هنايا راه درت هاد الكاكاو راه غير ب1 درهم.
راه كيكة اقتصادية وفي متناول الجميع وبدون تكلفة. نوضي وفرحي وليداتك وصوبي لهم هاد الكيك اللي كتجي رائعة ولذيذة والمذاق خطير. صافي تنخلطو بالخلاط اليدوي، كنجيبو المول ديالنا كنصبو فيه الخليط. هنايا بغيتو تسبقو ديال الكاكاو تيبقى الاختيار ديالكم، بغيتو ديروا بحالي تيبقى اختيار ديالكم. المهم الكيكه راه كتجي ناجحه وصادقه 100%. واللي مازال ما كتصدقش ليها الكيكه تشارك معايا في التعاليق وتخلي ليا واش بصح حتى هي تيوقعوا لها بحال الاخطاء اللي كنت كندير انايا. صافي هنايا كنجيبو معلقه كنبقاو ندوروه بحال هكايا. وكنتمنى اللي وصلت حتى لهنا دير لايك وتشترك في القناة اللي عجبها المحتوى وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد ان شاء الله. وشكرا لكم. صافي هنايا من بعد ما خويت الخليط ديالنا كنبقى نجيب هاد الكيغدون وكنبقى ندي فيه بحال هكايا. راه الطريقه واضحه لكم كلشي. صافي كنديروها في الفران يكون بارد ما يكونش سخون، يكون بارد. هادو اهم عوامل، يكون بارد وتنقصي عليه البوطه وتخليها 21 دقيقه. صافي من بعد ما طابت ها هي كي كتجي لذيذه ورائعه. شفتوها ومحمره. صافي تنقلبوها في الطبسيل ديال التقديم. شتو كي كتجي راه كتجي رائعه واقتصاديه في نفس الوقت وسهله وهشيشه ورطبه. شفتو كي كتجي راه رطبه ما معجنه ما مدقصه. هي هذيك القوام. تبعي غير الطريقه وغتصدق لك. واللي جربتها تخلي لي الاراء ديالها في التعاليق. واخوتي اللي عجبو الفيديو يبارطاجيه مع الاهل ديالو والاصدقاء. وشكرا لكم على تعاليقكم الزوينه. وقولوا لي في التعليق شنو بغيتو نشارك معكم المره الجايه. شفتوا كي كيجي راه كتجي مفشفشه. شفتوها شفتوا المذاق رائع، مذاق رائع غير بالماء. هانتي صوبتي لك كيكه لذيذه. ومع السلامه الى الفيديو القادم ان شاء الله.